النهارده قبل ما نبدأ الحلقة مع بعض نبارك لاخواتنا المغاربة لوصولهم لنهائي كأس العالم والفوز بيه على الأرجنتين 2-0. مدرب ما كانش يعرف حاجة عن الكورة، مدرب خد الرخصة مؤخرا، مدرب تم التخطيط له عشان يوصل للمكانة دي ويمسك الفئة العمرية دي ويحقق معاها الإنجاز العظيم ده. كأس العالم اللي فات المنتخب الأول المغربي وصل لنص نهائي، فطبيعي مش غريبة لما المرة دي بالفئة العمرية ديت توصل للنهائي وتفوز كمان بكأس العالم. الحلقة اللي فاتت كلمت معاك وقلت لك ان طموح الشعب المغربي في الوقت الحالي مش ان هم يوصلوا للنهائي بس، لا، كان طموحهم وصل انه يجيبوا، بيطلبوا من اللاعيبه بتاعتهم انه يجيبوا البطوله ويرجعوا بقى المغرب. وبالفعل المغرب بطل العالم. تخطيط من زمن الزمن حصل، تخطيط على مدار 10-15 سنة علشان المغرب توصل للمكانة دي. وانا اهو وانت اهو يا صديقي العزيز، المغرب هتاخد بطولة افريقيا السنة دي. ولا تقول لي بقى مصر ولا كاميرون ولا الجزائر ولا تونس ولا الكلام ده كله. بالسكواد اللي موجود ده، بالمدرب الجهبذ العبقري اللي موجود حاليا معاهم وليد الركراكي، المغرب هتاخد بطولة افريقيا. ليه؟ لان في ناس شغالة لصالح الكرة المغربية. كان نفسي اقول على منتخب لصالح الكرة المصرية، وفي لجان تم تشكيلها تنزل تشوف المواهب بعينيها في الشارع وتجيبها وتقيدها تبع الكورة تبع الاتحاد. ولكن ده اللي حصل في المغرب. لكن عندنا كل لاعب ملهوش ما يعرفش حاجة عن الكورة، ابوه معاه قرشين يدفعهم رشوة لده ولا رشوة للمدرب ولا علشان يخش يلعب كورة ويسيب المواهب اللي بسببها منتخب مصر وصل للحالة دي. كل واحد في الكرة المصرية بيدورش غير على مصلحته، فلوس، بيزنس. كورة لما دخلت في مجال البيزنس ما بقتش كورة. عندنا انا مش عارف ايه المعايير اللي بيتم الاختيار بسببها مدربين الفئات العمرية ديت. طبعا المنتخب الاول احنا عارفين ايه هي مبادئ الاختيار المدرب. اما دول حبايب المهندس هاني ابو ريده، ما انت شغال في نادي، تعالى يا عم همسكك منتخب. وهو لا يفقه اي شيء عن التدريب ولا عن الكوره. اسامه نبيه ده لما كان بيلعب في غزل المحله وبيلاعب الزمالك ومن على لسانه يقول لك كان في ايدي ان ادخل الكوره جون وما هنش عليا وطلعتها بره. يعني واحد ما عندوش انتماء ولا ولاء للنادي اللي بيلعب فيه، يبقى عنده انتماء للمنتخب اللي بيدربه. لما مدرب يطلع يقول لك انا مانيش فاشل ويبجح ويتنطط ويقول لك انت ما يتقالش عليا انا فاشل، ده سوء توفيق، ده انا طالع لايحه، انت عاوز مني اكسب اليابان ولا نيوزيلندا؟ طب اقول لك على حاجه، كان هيقول برضه انت عاوز اكسب مني عاوز نكسب اليابان ولا نيوزيلندا ولا تشيك، وتشيك على ارضها وسط جمهورها هكسبها ازاي؟ بس الصدف ان الكوره جت في اخر ثانيه ومصر كسبت، فطبيعي طلع لك انا كسبت تشيك على ارضها في وسط جمهورها. مدرب فاشل لازم يوصل اللاعيبه بتاعته بالمستوى ده. انت كمدرب ما عندكش ثقه ولا عندك الشجاعه انك انت تخش هتلاعب فرقه زي دي، يبقى هتصدر للاعيبتك اللي انت بتدربهم ايه غير الفشل والاحباط والفساد. يا ريت نعيد امور ترتيبنا تاني للكره المصريه. كان زمان بيقول لك هنحضر الكابتن محمد شوقي مع كروش ان هو هيتنقل لحد ما يمسك المنتخب.
دلوقتي محمد بعد ما كروش مشي، محمد شوقي فسحوه في اي حته تانيه. ليه؟ لان كل واحد بيدور على مصالحه وعلى خططه وحاله ومحتاله تتقضي ازاي. نيجي هنا للنادي الاهلي بقى. النادي الاهلي بيفوز في بطوله افريقيا لكره اليد للمره الثالثه على التوالي، والمره ال69 في تاريخ النادي الاهلي. ومن هنا في كره اليد اللي كان الزمالك متفوقه على النادي الاهلي في هذه البطوله او في هذه اللعبه، دلوقتي الاهلي بقى متفوق على الزمالك في هذه اللعبه. الزمالك دلوقتي رصيد تاريخها 67 بطوله، الاهلي 69 بطوله. الف مبروك، الف مبروك للاعيبتنا الرجاله، من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله. الخبر اللي طلع اليومين دول ان حسين الشحات جدد للنادي الاهلي ب 20 مليون في السنه، وجدد لمده موسمين. انا بقول لك اهو بكذب هذا الخبر لسه حسين الشحات ما جددش. هو كان في اتفاق وفي كلام على الفلوس، ولكن لسه ما حصلش اي حاجه. الراجل المدرب الدنماركي قال لك ما تجددوش لاي حد غير بعد السوبر المصري لحد ما اخديكم قرار. سمعنا في يوم لقينا وزارة الشباب والرياضة شم حيلها اليومين دول. ابتدت بنادي النصر لما حالت المجلس بتاعه للنيابة بسبب مخالفات مالية ورشاوي وهكذا، ونادي وما فيهم نادي الإسماعيلي، وفي أندية تانية كتير أنا مش متذكر الأسامي يعني في الوقت الحالي. يعني مؤخرا كان النادي الإسماعيلي حالة المجلس بتاعه كلته للنيابة، كلاته للنيابة. ليه يا باشا؟ رصدوا مخالفات مالية داخل النادي الإسماعيلي. اتحقق بقى معاهم وتم تعيين لجنة تدير شؤون النادي في الفترة الانتقالية لحين ايه؟ أول جمعية عمومية. جميل. الخبر الحلو بقى عندي هنا للإسماعيلي والشعب الإسماعيلي إن في مجلس جديد قوي شخصيا، قوي ماديا، قوي كل حاجة، غني يعني. مجلس رجال أعمال هيمسك النادي الإسماعيلي الفترة الجاية. مش هتلاقي النادي الإسماعيلي هيهبط، هتشوف فيه لعيبة جديدة وصفقات قوية للنادي الإسماعيلي. هيتم فك القيد للنادي الإسماعيلي، هيتم استلام يا إما ملعب الإسماعيلية أو ملعب قناة السويس، وتجديد الملعب من أجل نادي الإسماعيلي. هنلاقي صفقات بالزوفة، هنلاقي فيه فلوس، هنلاقي فك قيد، هنلاقي حل قواضي بالمجلس اللي جاي. طب مين بقى قيادة المجلس؟ مين هيبقى يدير المجلس؟ مين؟ خليها دلوقتي، بس دي البشاير. حلو. صفقة جديدة للنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء. مين بقى يا باشا؟ محمود الجزار، مدافع النادي الاهلي، يعني تقريبا شبه انهى معاه كل حاجه، واقفه على موافقه ياسر. بعد كده يا باشا الراجل يمضي خش النادي الاهلي. جميل. طيب، مفاوضات مع بيراميدز بتفاوض احمد حمدي لاعب نادي الزمالك. التوأمة اللي ما بينهم ما تفهمش اتلغت دلوقتي، ما مش شايفين اي توأمة من بيراميدز والزمالك لاجل انقاذ الزمالك. لا، التوأمة اللي كانت الزمالك عاملاها مع بيراميدز السنة اللي فاتت جت على دماغها وخلت بيراميدز ركبت ودلدلت وخدت مكانها في افريقيا وفي الدوري. ودلوقتي بيراميدز بتفاوض لاعيبتها عشان تاخدها، لاعيبة الزمالك عشان تاخدها. طيب، حمدي فتحي والطلب اللي طلبه من إدارة النادي الأهلي. الراجل عنده 31 سنة، وراجل عقده ممتد لحد 2027 مع الوكيل القطري، ولكن هو مش مستريح هناك وعاوز يرجع النادي الأهلي. فرد النادي الأهلي قال له بص يا سيدي، يا إما تجيلي فري زي محمد شريف كده وتمضي وأديك المرتب بتاعك، يا إما مش هينفع أشتريك. أنا مبقاش بايعك من سنتين بالشيء فلاني واجي ادفع الفلوس اللي انا خدتها من وراك تاني لك عشان ترجع لي. لا، انا فري، خلص نفسك وتعالى لي. او
حاول تقنع بقى اليو ديانج او الوكيل القطري ان هم تخش في صفقه تبادليه بينك وبين اليو ديانج في الانتقالات الشتويه اللي جايه. طيب وزاره الشباب والرياضه ما سكتتش برضه مع نادي الزمالك. مين بقى يا باشا عملت ايه بقى؟ حاله مين بقى للتحقيق؟ قررت النيابه العامه تشكيل لجنه من خبراء الكسب المشروع، ويتم إرسال تقارير يوميا ليها والتحقيق فيما قاله حسام المندوب بما أنه أخذ 800 مليون جنيه بسبب بيع وحدات إدارية من أرض 6 أكتوبر. طبيعي الأرض هتطول ومشكلتها هتطول، ونادي الزمالك يعني لازم يشوف حلول في أسرع وقت بعيد عن الأرض، لأن النيابة ووزارة الشباب والرياضة ما سكتتش ومش هتسكت في اي عمليه فيها فساد او رشوه او كسب غير مشروع داخل الانديه المصريه. ملف فيستون مايلي، الاستاذ ياسين منصور كان من يومين قعد مع وكيل فيستون مايلي وقال له شوف لنا طلباته ايه. قال لك ده هو جاي له عرض ب 7 مليون دولار من الدوري السعودي، والبيراميدز مقدمه له 3 مليون دولار ومليون دولار منح التعاقد وهكذا. تمام. فالراجل يعني مش هينزل عن 3 مليون دولار. فرد عليه قال له الوكيل، رد الكابتن ياسين منصور قال له طب طلباتكم ايه او انتوا هتقدروا تدفعوا قد ايه؟ قال انا اقدر اوفره له 1.5 مليون دولار من النادي الاهلي ومليون دولار اعلانات من شركات، يعني ده 2.5 مليون دولار. قال له لا الامر صعب وممكن احتمال كبير ما يوافقش، وبسبب الاسعار والمغالاه اللي هو بالسعر اللي هو شايفينه وكمان سنه دخل في ال 33 سنه. قال لك بقى بالفلوس ديت اداره النادي الاهلي قال لك بالفلوس ديت بدل ما ادفعها في واحد عنده 33 سنه هيجي يديني سنه ولا سنه ونص وينام واخسر الفلوس ديت، لا انا اشتري واحد او اتنين بسن 22 23 سنه. فتم قفل ملف فيستون مايلي داخل النادي الاهلي. حلو. النادي الاهلي بيدور على باك شمال محترم، والانظار وقع على مين؟ وقع على يحيى زكريا الباك الشمال بتاع غزل المحل. الراجل كان النادي الاهلي بيحاول يشتريه الموسم اللي فات، كان معروض على النادي الاهلي ب 30 مليون دولار، 30 مليون جنيه انا اسف. طيب دلوقتي غزل المحله لما لقى اللاعب دخل المقايمه الدوليه ودخل يلعب مع الدوليين او مع المنتخب المحلي، قال لك لا يا باشا انا عاوز فيه 50 او 60 مليون جنيه. فالاهلي هو استكتر الموضوع، بس هيبقى فيه تفاوضات ممكن توصل ل 40 مليون جنيه. الامر ده يتم وهتلاقي يحيى زكريا باك الشمال في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ والاول مره في تاريخه بيترأس بعثة النادي الاهلي في الخارج. هنشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ رئيس بعثة النادي الاهلي في مباراة او بطولة السوبر المصري هنا في الامارات. ربنا يشفي كل من كان. امام عاشور حالته بتتحسن يوم عن يوم، وانزيمات الكبد دلوقتي نزلت لكام؟ ل 60%. وطلب امام عاشور من المدرب ومن الدكتور احمد جاب الله، تمام، انا عاوز اشارك في التدريبات او عاوز اخش يعني في وسط الاجواء بحيث ايه يبقى النفسيه تتعدل والكلام ده، ويمكن الانزيمات تقل اكتر، وبعد كده اخش فيما ايه في مباراه الايه السوبر او بطوله السوبر. وده اللي رفضه تماما طبيب النادي الاهلي. قال له لا، قال لي احنا في تحسن يا امام، انت افضل نشيل من عنك الضغوطات النفسيه وكمل راحتك في البيت، لكن مش هتنفع تنزل غير بعد ما انزيمات الكبد تنزل ل 30 او 40%. هننهي الحلقه مع بعض في قرار الكابتن وليد صلاح. طلع يا باشا اعلن ان تم شكر مدرب الحراس المرمى امير عبد الحميد ومدرب مساعد محمد نجيب اللي كانوا كل ده جهاز الكابتن عماد النحاس
في الفترة الانتقالية قبل ما يجي ياسر وعبد الرحمن عيسى تم توجيه ليهم الشكر. عبد الرحمن عيسى ده تقريبا بتاع الإصابات أو بيخصص المرض أو تشخيص المرض. تمام. تم توجيه لهم الشكر من النادي الأهلي، والملف اللي هو يقول لك هنجيب مساعد مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي تم ايقاف الملف ده، والمدرب رفض هذا الامر. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي، وفضلا وليس امرا اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.